اللي اليوم بغيت يعني المحكمه وقفات مع سعيد الناصري بخصوصه، هو واحد التصريح قالوا المالي، قال لي مودي راك كتصل بيه من الواتساب من موريتانيا. قال لي سعيد الناصري موريتانيا ديك الساعه ما كانش عندها الواتساب. 2009 بالحرف قال لهم كنا كنتواصلوا انا وياه والبعيوي مكالمه جماعيه اون جروب، ابيل اون جروب. الابل اون جروب بعدا غير مؤخرا عاد ولات. و2009 حسب التصريح اللي قال المالي يؤكد سعيد الناصري بذكاء وبواحد هذا قال لهم 2009 راه باقي الواتساب بدا في 2004 في العالم، 2009 راه باقي ما دخلش لموريتانيا، باقي ما دخلش حتى للمغرب، عاد يمشي لموريتانيا في 2009 ما كانش الواتساب حتى في المغرب، عاد نتكلموا عليه في موريتانيا. وداك على حاجه اخرى، هو انه واحد المبلغ كيقول لهم دار المليار ونص عطاوه ليا في واحد المطعم سميتو ماي طاي. نعم الصيني، هذاك المطعم الصيني، وكيتحدثوا على اساس اللقاء كان في 2013. قال لهم سعيد الناصري كنطلب من المحكمه تجري بحث وتشوف هذا المطعم واش اصلا كان في 2013 اننا تعشينا وخلص لاكارت كيشي ديالو. كياكد المحكمه بانه هذا المطعم اصلا ما كانش متواجد في 2013. يعني الكلام اللي كيقول المالي واللي كيجيبوا من الذاكره ديالو يعني واللي كيتحدث على 2019 وعلى واقع اللي ديال 2013. قال لي ما ودي هذا المطعم الا كان في 2013 انا مستعد المحكمه تحكم لي باش بغات. وما سميتوش بهذه السميه ديال ماي تاي. ما عرفتش شنو قال اسم، والمطعم عنده اسم والتاريخ ماشي هو. قال لهم سميتو طاي طاي. قال لهم لا ساعه هو خرج لهم طاي طاي. اليوم خرج لهم طاي طاي. اذا لازمنا نتحدث عن الفيلا وتصريحات لا عبد الواحد الشوقي ولا لطيفه رأفت. عبد الواحد الشوقي كان قال بان مشيت انا والسعيد الناصري واش 2016 2017 لقينا واحد اللبناني تما كان كيمشي عنده، تردد عليه شي 3 ديال المرات، كانوا كيتكلموا في الجرده. من بعد قال لي يجيب واحد المبلغ مالي ديال 100 مليون كان عندي في الكوفر، اعطاه لي باش يخرج من الفيلا. المالي يقول في تصريحاته انني انا كنت خليت الخليله ديالي شي وحده سميتها فدوى ربما نعم، وخليت ايضا مدير الاعمال ديالي اللبناني تما كاينه حتى 2019 وانني انا اللي خليت سعيد الناصري مؤقتا ونهار قلت له خرج لي قال لي راه خسرت على 100 مليون. هو قال المحكمه في واحد الجواب فيه كثير من الدعابه، قال لهم هاد 100 مليون اللي قال لهم عبد الواحد شوقي هزيتها من المالا وعطيتها لي، قال لهم هاكي دار تحسبها باش عرفها 100 مليون. ولكن راه جاوب فيها عبد الواحد الشوقي في المحضر، قال لهم هو اللي قال لي سير جيب لي واحد 100 مليون راه كاينه في الكوفر كيس بلاستيكي. لا هو قال لي بانه سير راه عندي الفلوس في المالا، كاين واحد الكرتونه جيبها وانا ضربت عليها وعرفتها 100 مليون. وهذا الكلام اللي قال عبد الواحد شوقي انه هذا وسام منادير من سولات الضابط القضائي قال لي شحال عطاك سعيدنا، قال لي ما عقلتش واش 100 ولا 200. دابا 100 مليون كامله غلط، يعني ما نساوش هذه ولا 2000 ريال ولا 3000 ريال نغلط فيها. واش عطيتيني 100 مليون ولا 200 مليون؟ الجواب ديالو قال لي ما انا ما عقلتش واش عطاني 100 ولا 200. سي عبد الواحد عاقل على 100. انت قالها ليهم هاد وسام منادير قال لهم في واحد التصريح عن طريق الزوم دار في 2023 قال لي انا ما عقلتش واش عطاني 100 ولا 200. وسعيد الناصري يقول ان هاد وسام سمع ان عمل حادثه وتوفى. هذا هو اللي يعني المعطى اللي جديد وخصنا ان نوقفوا عليه. واش اصلا الشخص اللي كان يتواصل مع الشرطه القضائيه واش هو فعلا وسام النذير الحقيقي او شخص اخر؟ لانه قال بانه على حسب المعلومات اللي عندي ان هذا الشخص فات دار حادثه وانه يمكن توفي، وانه اليوم خصنا نوقفوا على انه واش وسام النذير هو فعلا اللي كان كيدير تصريحاته ام شخص اخر. لذلك طلب انه المحكمه طلب من المحكمه قال لهم هذا وسام النذير، انا كنطلب من المحكمه انه يستدعيه ويجي يحضر ويجيني يقول هذا الكلام في المحكمه، ما يقولوش عن طريق الزوم. ومرافقه المالي الملاهي الليليه هو وسي شوقي اللي كان كيقول ان عمره ما تلاقى معاه ويصرح ان ما تيعرفوش. هو سعيد قال لي ما ودي السي عبد الواحد شوقي اللي تيقول بانني ما كنعرفش المالي، قال لي رجعوا لتصريح عبد الواحد شوقي كيقول لهم هو اللي صلح لي الدار ديالو اللي كاينه فوق بول حدا بول كيف 2013 يعني كيقول لهم انه راه كيعرفوا من 2013، ولكن كيقول انه رافقني الى الملاهي الليليه وشي ديسكوتيك ديال العري وقيله ديال العرات تما. سي عبد الواحد قال بزاف الكلام اللي سي سعيد قال لي ما هادشي كله ماشي صحيح. لانه حتى لا كنا في هاد لي ديسكوتيك ديال اللي تكلم عليهم يعني سي عبد الواحد شوقي راه باقي الكاميرات غنجيبوا ما يفيد بانه واش كانوا فعلا ولا ما كانوش. والليالي المجينه التي علمت الفنانه لطيفه رأفت ان كانت ليالي مجينه في 2014 بعد طلاقها وفتيات وكوكايين، وان المسير كان هو سعيد الناصري. والجواب على هذا الشيء انه اللي كتقول لنا هذه الفيلا ما كان فيها لا ما لا ضوء، الليالي الملاح باش كانوا دايرينها. هي قالت واصله الى مسامعي علمت. ايوا هذا اللي جاوبهم بالحرف سي سعيد الناصري، وتقدر تكون هي كانت، انا بعدا ما كنتش الله اعلم. هذا هو اللي قال لي ودي الا كانت هذه الليالي الملاح كدار فاش كانت هي في الفيلا هذا شغلها، من خرجت هي من الفيلا انا لا اعلم ذلك. نعم. واللي قال لي هاي يجي يقولوا للمحكمه اكيد، ما نبقاوش نتخباو ورا الناس. المواجهه بينه وبين فؤاد اليزيدي، ما هو دور فؤاد اليزيدي في هذه القضيه وما هي تهمه؟ لماذا ايضا هو اليوم معتقل ضمن هذه المعتقلين اللي كاين في قضيه بابلو اسكوبار؟ انا اللي غنتكلم لك
عليه هو علاقه يعني النقاش الذي اثارته المحكمه بخصوص السي فؤاد اليزيدي والسي سعد الناصري يتعلق بالشقق التي تم بيعها في مدينه السعيديه، لانه المالي كيقول ودي انا عطيت للسي فؤاد اليزيدي شقتين باش يبيعهم وبعت 4 الشقق وفيلا وسعيد الناصري. سعيد الناصري كيقول لي ما ودي انا ما شفت لا 4 ولا 10، ما شفت فيلا، ما شفت، انا اللي شريت 2 شقق وكتبتهم عليه الموثقه. شراهم من عند فؤاد المسير؟ لا شراهم من عند المالي، وكيقول هاد الشقتين اللي كلفت باش يبيعوا ليا هو سي فؤاد. اليوم الخلاف اللي كاين واش ما علاقه فؤاد اليزيدي بسعيد الناصري؟ هل فعلا كان هو الوسيط بينه وبين المالي في بيع الشقق؟ ولما تمت المواجهه شنو كان الجواب ديال السي فؤاد؟ هو السي فؤاد تيقول بانه المالي يعني انا بعت الشقق كنت كنعتقد انه ديال سعيد، ومن بعد اكتشف انه ديال المالي وانه راه سعيد هو اللي كلفني. سي سعيد كيقول لي ما ديال المالي راه كيقول لك انا اللي عطيته 2 الشقق باش يبيعهم ليا واللي ما عندهم علاقه بالشقق ديال سعد الناصري. نعم، يعني فؤاد اليزيدي واش هو كيدير الوساطه ديال العقار؟ وسيط عقاري؟ هو السي فؤاد نفى ان يكون وسيطا عقاريا، وقال بانني لم اكن وسيطا عقاريا وما عمري كنت وسيط. ما هي تهمته اليوم وهو اليوم متابع بناء على وقائع هذا الملف بتهمه بتزوير في عقود ديال بيع شقق. هل فعلا هو تابع سعيد الناصري؟ فؤاد اليزيدي تابعه بان او مطالبه بحق مدني او شيء من هذا القبيل؟ هذا نقاش اخر باقي ما تحسبش فيه، لانه سبق السي سعيد الناصري انتصب طرفا مدنيا في مواجهه السي فؤاد، والسي فؤاد كذلك انتصب طرفا مدنيا في مواجهه السي سعيد، ويعني والنقاش اللي غيكون في المحكمه هو اللي غيتبدا شكون اللي عنده الحق. قبل ما نختم معك استاذ مسكيني واعتذر على الاطاله، بالنسبه لان السي سعيد الناصري طلب باحضار لطيف رأفات وعبد الواحد شوقي واسكوبار الصحراء، قال لهم جيبوهم وواجهوهم معايا بخصوص هذه التصريحات اللي صرحوا بها عند الفرقه الوطنيه الضابطه القضائيه ولا عند سيد قاضي التحقيق. وتنعتقد بان هذو ابسط الحقوق اللي تيضمنها القانون سي سعيد الناصري، وانه ملي كاين لي شي شخص في مواجهه التصريح على الاقل ان تستدعي المحكمه وتواجهه، لانه المحكمه كتناقش الملف والحجج اللي كتعرضها يجب ان تعرضها وتناقش شفهيا وحضوريا مع الاطراف. لذلك سعد الناصري كان متشبث في كل شخص عرضت عليه المحكمه التصريح ديالو تيقول انه تلتزم المحكمه استدعاءه من اجل مناقشه بخصوص هذا التصريح. وكان اليوم السي سعيد الناصري متوترا غير الجلسه الماضيه، كان هادئا. اليوم بان لي انه كان لانه وقائع كثيره وكتحتاج تركيز كبير وكتحتاج الادلاء بوثائق عديده، لذلك كان سي سعيد الناصري هو قد يظهر للبعض انه كان متوتر، ولكن